عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهاردة كده بإذن الله هعمل لكم وصفة الفراخ المشوية في الفرن. وصفة سهلة وبسيطة، وان شاء الله كده هنعمل جنبيها رز معمر وبرده صينية جلاش كده بالبيتزا خفيفة. تعالوا معانا نبدأ الوصفة ونخش كده على الوصفة ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ وصفتنا النهاردة يا حبايب قلبي، وصفة سهلة وسريعة ان شاء الله تعجبكم. وهنعمل غدا كده سهل وسريع ان شاء الله. هنعمل فراخ مشوية في الفرن. بصوا انا جبت الفرخة اهيت، بسم الله ما شاء الله. فتحتها من الظهر كده بالمقص، بتتفتح عادي خالص، ونضفتها ونقعتها في المحلول مية بخل بليمون اللي على الوش دوت الليمون. ماشي، ونقعتها في المحلول اهو، عشان برضو ايه كل الزفارة والملح طبعا عشان الزفارة وكل حاجة تطلع منها. عندي بقى الخلطة هنا، عندي توم، الحبة اللي انتوا شايفينهم دول راس صغننة يعني، وعندي بصلتين وقرنين فلفل. ممكن عايزين تحطوه اخضر احمر سبايسي عادي براحتكم خالص. وزبدية وصلصة وخل. ممكن برضو بدل الصلصة ممكن تضربوا طماطم فريش كده في الخلاط نص ضربة كده، تبقى يعني خشنة شوية. وهنا التوابل، عندي ملح وعندي جوز الطيب، كزبرة ناشفة، شطة بسيط، قرفة، روزميري، فلفل اسمر. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للتوابل يا جماعه، ما تقيدوش نفسكم على التوابل بحاجه معينه. يعني لو عندك حاجه من التوابل دي ناقصه يعني ما توقفيش الطبخ على كده. لا انا دعبست وطلعت كده وقعدت افكر في التوابل اللي حسيت ان هو يليق مع الفراخ المشويه هو اللي هحطه. تمام، نبدأ بقى وصفتنا. هاخد كل المكونات ديت، الزبدية مع التوابل مع كل الحاجات ديت مع نص فنجان من القهوة خل، ومعلقة كبيرة من الصلصة. هضربهم في الكبة وهرجع لكم تاني. يا حبايبي الخلطة اهيت، عايزة اقول لكم طعمها تحفة تحفة تحفة، جميلة قوي وطلعت حرقة شوية مش مشكلة. وادي الفرخة بتاعتنا القمر اهي، معرفش هي متكسحة ولا ايه اللي فيها، بس هعملها برضو مش هسيبها. كده كده الفراخ غالية يعني، لو فيكي ايه حتى هعملك. ماشي، وهتبلها بقى كده في الخلطة القمر الجميلة دي. يا سلام سلم، الفراخ بتتكلم. طبعا بعد الاسعار الغالية النار دي، انا عايزة اقول لكم انا سعيدة جدا وفرحانة قد ايه ان انا النهاردة بعمل فراخ. النهاردة عيد يا ولاد، ربنا يرحمنا ان شاء الله برحمته كده يا رب. مش عارفة يا من هي زعلانة ولا فيها ايه، متكسحة ليه كده مش عارفة. بس هو لو حتى فيكي ايه. وطبعا مش هنعتقها، هنعمل برضو الجناحات بتاعتها والزور معانا، مش هنسيب منها اي حاجة، كل حاجة هناكلها. وادي برضو الجناحة اهي. بصوا بقى الخلطة دي يعني احشوها كده، املوها كلها، ما تسيبوش اي حاجة فيها. ماشي، انا عايزة انخفها كمان بالسكينة بقى كده. نفضل بقى ايه نقول لها ليه بتغلي، ليه انت غالية، ليه ها انت غالية ليه. وطلعوا فيش شغلكم كده فيها ونخسوها. ماشي، عجبوها قبل ما تطبخوها. ماشي، بصوا اعملوا كده. انت غالية ليه غالية. ماشي، انا خايفة اكسر البايركس عشان الفتحات دي كمان التتبيلة تخش جواها. تمام، برضو هنقلبها على الناحية التانية كده، ونفضل برضو انت غالية ليه غالية. خلاص كده احنا بهدلناها وانتقمنا. نحطها بقى في التلاجة تتعذب شوية حوالي ساعتين كده، وبعد كده نطلعها ان شاء الله نعملها. يا حبايبي بقى خلاص جه دور الفرخه الجميله بتاعتنا ديت المكسحه. انا طلعتها بقى من التلاجة، هي قعدت لها ساعتين، عذبناها في التلاجة ساعتين، سقعناها كده في الجو الشتا دوت. بعد كده بقى هغطيها بالورق الفويل دوت
واحطها بقى تتشوي في الفرن كده لمده بقى ايه يعني من ساعه ونص ساعتين على حسب. ولو انا عايزه اختبرها استوت ولا لا هكشف كده هجرب بالسكينه او بشوكه. تمام. برضو لما تخلص هقول لكم الوقت خدت قد ايه في الوقت. هلفها بقى واحطها جنب ايه جنب طاجن الرز المعمر، ولما تخلص ان شاء الله هرجع لكم تاني. التانية يا حبايبي يعني انا عملت الفراخ المشويه خلاص وتبلتها، وبعد كده ان شاء الله هنحطها في الفرن. الوصفه التانية هعمل رز معمر حادق جنبها. دوت تقريبا نص كيلو رز انا حاطه بالبركه بصراحه. الطاجن اهو قدامكم غسلته كويس وسبته، وتعالوا بقى اوريكم اللبن اللي عملت فيه ايه. بصوا يا حبايبي دوت اللبن اهو، ده حوالي كيلو لبن او كيلو وربع تقريبا برضو. هحط له معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر، وهحط له معلقه كبيره كده سمنه بلدي اهي. السمنه البلدي طبعا بتبقى تحفه جدا في الرز المعمر. واديهم تقليبه واحده كده بقى واسيبه لما يغلي ان شاء الله كده واطفي عليه. انا كنت عملت معاكم وصفه الرز المعمر في كذا فيديو عندي في القناه، كنت بحط له قشطه. ماشي. بس انا النهارده عاملاه دايت شويه يعني ايه، قلت استكفيت بالسمنه البلدي. ممكن تحطوا سمنه بلدي وقشطه، ممكن تحطي سمنه بلدي بس، ممكن تحطي قشطه بس وتستغني عن السمنه البلدي زي ما تحبي خالص. المهم ان انت معاكي الاساسي اللبن والملح وشويه السكر، شويه سكر بساط مش كتار. هنسيبه بقى لما يغلي كويس قوي وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي اللبن اهو غلي اهوت. انا عايزه اقول لكم كمان نوع اللبن هيفرق معاكم جدا. لو انتوا بتجيبوا لبن من الزريبه بقى القشطه بتاعته بتبقى جميله وبخير وكده وحلو، هيدوكوا طبعا رز معمر اطعم في الطعم. تمام كده. هو ده غلي كويس اهوت وانا هنا غاسله الرز. هبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم احط ده كده فوق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو انت حطيتي مثلا ولقيتي الكميه ازيد من الطاجن، يعني لسه عندك لبن والطاجن اتملى، مفيش مشكله هندخله الفرن وتستني اللبن يشرب شويه وبعد كده تقومي مزوده اللبن لحد ما ايه تخلصي الكميه اللي انت حطاها. انا حاطه على النص كيلو رز، حاطه له كيلو لبن تقريبا. كيلو لبن، هو كيلو لبن باذن الله. تمام كده. قلبته كويس. وعايزه اقول لك بقى الفرن بتولعيه من قبلها عشان خاطر طبعا ايه يبقى سخن جدا. هدخله بقى الفرن ولما يخرج اوريكم شكله بيعمل ازاي. بصوا يا حبايبي الرز المعمر طلع تحفه ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عسل عسل عسل. طبعا بصوا لو حبيتي تختبري الرز تشوفيه استوى ولا لا بختبره من الجنب كده. الله، تحفه. تسلم ايدك يا ام انس. عايزه اقول لكم تحفه جدا زي ما قلت لكم كده. حابه تعمليه دايت شويه، انا حطيت سمنه بلدي واستغنيت عن القشطه. حابه تاكليه دسم بقى زي بتاع الفلاحين كما يجب زي بلدنا، يعني هتحطي السمنه البلدي معلقه من السمنه البلدي على ايه على قشطه بقى. القشطه بقى معاكي ممكن تحطي كوبايه زي ما تحبي. وادي الطريقه اهي زي الفل. وهنشوف بقيه الوصفات دلوقتي بقى يا حبايبي. ايه هنعمل البيتزا اللي هي مش بيتزا. هنجيب بقى ايه لفه جلاش عاديه خالص خالص خالص. ماشي. انا دهنت الصينيه سمنه اهي عادي. وهجيب بقى الجلاش كده هفرده كده في قعرها. ماشي. وهنقوم دهنين كده سمنه خفيفه خالص. عايزه اقول لكم بقى ايه البيتزا اللي مش بيتزا دي بتحشي اي حشو عندك، يعني ما تقيديش نفسك على حاجه. يعني انا هعمل لهم بيتزا يعني مش بيتزا بيتزا يعني. ماشي. هاخد بقى ايه نص كميه الجلاش كده. الدنيا غلا نمشي نفسنا باي حاجه، مفيش حاجه هتقول لا. اساسا الجلاش لو انتوا عملتوه بزبدية وشويه سمنه وعملتوه كده بين بعض الرقات هيطلع كأنه طعم الفطير بالظبط. ماشي. وهيبقى جميل جدا. فهو الرقاق بيقبل اي حاجه، اي حاجه تحطيها فيه مش هيقولك لا. ماشي. خلصت انا بقى كده نص كميه الجلاش. بصوا بقى انا هنا حاطه ايه طبعا في ناس بتحط طماطم شيري، انا لا طماطم شيري غاليه يعني. ماشي. فانا هحط بدلها الطماطم ديت ضربه طماطميه كده في الخلاط مع قرن فلفل. هاخدهم بس كده من غير الميه بتاعتهم. ماشي. وهوزعهم كده زي
ما قلت لكم كده، اي حاجه والله مش هتقول لا، طعمها هيطلع جميل جدا. كنت هبعت اجيب ميكس جبن، لقيتها غاليه قوي، فروحت جبت بقى ايه جبنه رودس اللي هي بطعم الجبنه الفلامنك، تحفه جدا برضو، مش هتقول لا، وطعمها يطلع خرافه. عارفين كاني عامله سندوتش جبنه بقوطه والنبي هيطلع عسل. عارفين يا جماعه اهم حاجه في الاكله ايه؟ النفس. حطي نفسك في الاكل هيطلع مسكر، وانتوا كلكم مسكرين وعسل. ايام زمان كانوا لو عملوا ميه بملح كده، لقمه، اي لقمه بميه بملح والله بتطلع عسل. اعملي الاكل بحب هيطلع عسليه ان شاء الله. انت بس ايه فككي الكريمه كده اهو وحطيها كده وخلاص، وهي كده كده هتفك بقى وهتسيح، تبقى حاجه جميله كده. انا بقى لقيت الميكس الجبن غالي، قلت تقبوا على ايه، انا هجيب اي كريمه، اي جبنه قصدي. علبه الجبنه دي صغيره على فكره مش كبيره، اللي هي ام 9 جنيه. ماشي. وادي الزيتون، زيتون مخلي، مفيش حاجه هتقول لا والله، عسل عسل عسل. بيتزا دي ولا مش بيتزا؟ وانا مقطعه برضو ايه فلفل زي ما قلت لكم كده. انتوا بقى عايزين بقى تجودوا من عندكم، باقي عندك حته فرخه حطي، حته لحمه حطي، عندك بسطرمه، عندك لانشون، سجق مدخن، اي حاجه انت حباها حطي، ما بتقولش لا. هنرجع ناخد الجلاش ونحط كده اهو. برضو هنفضل نعمل بقى ايه طبقات ديت كده، بين كل طبقه وطبقه برضو ايه ندهنها سمنه كده عشان تبقى مورقه معاكي وحلوه. بصوا بقى يا حبايبي، ادي خلصتها هي ودهنتها برضو من على الوش سمنه. هبتدي بقى اقطعها اهي، لازم تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن. بصوا بقى يا حبايبي، انا قطعتها اهوت قدامكم. طبعا انتوا تقدروا تقطعوها التقطيعه اللي انتوا عايزينها، مثلثات، مربعات، براحتكم خالص. المهم ان انتوا لازم تقطعوها قبل ما ايه تحطوها في الفرن. ده بقى كوبايه لبن اهيت وعليها بضايه وملح وفلفل، قلبتها كويس اهيت. ابتدي بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده اسقيها. وابتدي بقى ايه اخليها كده تفوت على كل مكان مراحتش فيه. مراحتش فيه ايه اللي انا بقوله دوت، كل مكان يعني ما تسقاش، اخليها تمر عليه كده. هي خلصت، هحطها بقى في الفرن، واول ما تخلص هوريكم شكلها. وادي يا حبايبي الفرخه المشويه اهي في الفرن، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، روعه روعه روعه. هي خدت حوالي ساعه ونص، وبعد كده فتحت الورق الفويل عليها وعملت عليها الشوايه عشان تدي الوش الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وادي الرز المعمر، والف هنا وشفا ليكم. تعالوا كلوا معانا دوت كده، وصفه سهله وسريعه وجميله ان شاء الله. بقى لو الوصفه عجبتكم يا حلوين ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب، كلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.